أنا اليوم بمدخل مدينة الفلوجة بسيطرة الموظفين. بصراحة مرات من يصير عندي نوع من الفراغ وأريد أتمشى بمناطق حلوة مدينة الفلوجة، منها هذا المكان الحلو وبه هذا النصب الجميل اللي بخارطة العراق، واكو مناطق اخرى على كورنيش الفلوجه يم الجسر القديم، اكو مناطق اخرى ايضا ساحات الفلوجه والشوارع اللي ما شاء الله اخذت طابع حلو وجميل، وصار به تشجير وصار به نوع من المتنزهات اللي تنفه عن نفس الواحد اذا كان عنده فراغ ويريد يقضي وقت. فاحنا بدورنا نشكر مقامية الفلوجة وبلدية الفلوجة بهذا الإنجاز، وحاولت أنه تزرع مناطق خضراء كثيرة وتحاول أنه تجعل مناطق جميلة المواطن العراقي والمواطن الفلوجي قصدي أنه يروح إلى هذه المناطق ويقضي وقته الفراغ. وطبعا أكيد أكو مناطق جميلة بمدينة الفلوجة، يعني جسر القديم، الكورنيش، العوائل الكورنيش الشباب موجود أيضا، ومتنزهات وأيضا متنزهات كثيرة ومناطق يعني متنزهات أخرى، وأيضا مناطق أخرى متنزهات على شارع الجولان وعلى المدينة المائية، وكذلك حدائق عامة موجودة ومناطق خضراء موجودة في الساحات الموجودة في الشوارع العامة ومداخل المدن مدينة الفلوجة. هذه كل المناطق جعلت المدينة مدينة جميلة يرتادها كل الناس، حتى من خارج من المحافظة وخارج الأنبار يرتادها حتى يستمتع بهاي المناظر ويقضي وقته الجميل. وخاصة احنا في جو مشمس وحلو جميل، يعني نحاول نطلع بهاي الأماكن حتى ننفع عن نفسنا ونستمتع بهاي المناظر الجميلة. بصراحة يعني بصورة عامة الأنبار بدأت تنهض يعني بالفترة الأخيرة وتعيد حياتها من جديد، وحاولت تجاهد حكومة الأنبار والأقضية بأنه تزرع مناطق خضراء وتجمل المدينة، تبلط الشوارع، يعني تعمرها. فهاي المناطق الموجودة صارت منتشرة تقريبا بأغلب مناطق الأنبار بصورة عامة أقضية، وحتى المناطق اللي ما بها هيك جمالية ومناطق خضراء حاليا هي قيد انه تقوم وتواسي اخواتها من الاقضيه وتصير من ضمن محافظه متكامله جميله يرتادها جميع اهل الانبار او من خارج محافظه الانبار يزورونها يستمتعون بها. خالد صقر، ناشط مدني.